خلينا متفقين ان محدش فينا ما يعرفش مين هو ثانوس، الراجل اللي جمع الست احجار ومحى نص سكان الكون وكان عايز يمحيه كله كمان. بس هل انت عارف انه بيشارك اكس مع ديدبول؟ ولا مش فينيسا، دي السيدة الكونية ديث. ولما كل الكائنات الحية بطلت تموت فالاتنين اللي هم ثانوس وديدبول هيهتموا بالموضوع. فهل هيقدروا يتحملوا بعض ولا ثانوس اخيرا هيسيب ديدبول يموت؟ كل ده هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو مع اصحابك عشان يشوفوه. ومن غير رغي كتير يلا بينا على الفيديو بتاعنا، وده بعد الانترو. بنشوف الغلاف ديدبول بيكسر الجدار الرابع وبيقول لمارفل انه كان بيهزر لما كان بيقول انه عايز يواجه ثانوس. بنبدا القصه في الوقت الحاضر. ثانوس متفوق على ديدبول بفرق كبير ووحشيه، والديث بتتفرج. طب مين هي ديث؟ هي تجسيد للموت نفسه، تقدر تاخد اشكال كتير واي جنس، بس في معظم الوقت هي هيكل عظمي وساعات على شكل واحده، وهي تعتبر عدو للحياه بس هي مهمه جدا للتوازن الكوني. وثانوس خلى الساحر تي راي يلعن ديدبول باستخدام قطعه اثريه كونيه قدمها له ثانوس عشان ديدبول ما يقدرش يموت ويبقى مع ديث. نرجع تاني للقصه. بما ان ديث كانت بتتفرج فثانوس قعد يعظم في نفسه وقال له ايه اللي خلاك تفتكر انك قادر تواجه اله ديدبول؟ يقصد نفسه يعني. قال له اللي خلاني اواجهك هو حبك للدم زي مستر ثانوس. فرد عليه ثانوس انه اول واحد يواجهه كده. فويد ويلسون قال له عارف انك فاكرني هخاف منك زي الافنجرز او جارديانز اوف ذا جالاكسي. فثانوس قال له اكيد لا، بس بما انك هنا لازم احسن استقبالك. وضحك ضحكه سخريه كده. فديدبول قال ان دي شكلها نهايتك يا ويلسون، هتموت على ايد ثانوس. وبعدين بتشوف ثانوس بيكمل عليه وبيقول انه هيسترجع هديه الخلود اللي اداها له قبل كده. بعدين بنرجع يوم قبل المعركه دي في جزيره سانت سينسيا اللي عايش فيها دكتور دوم، وبنشوف ديدبول بيتسلل للجزيره وبيقتل اتباع دوم، وبعديها بيروح يخبط على دوم. دوم قال مين اللي اتجرأ يعمل كده؟ ويد ويلسون تظاهر انه واحد من اتباعه. فدكتور دوم راح يفتح الباب بكل نيه صافيه وكان بيستفسر اللي على الباب ده عايز ايه. فديدبول خدعه وضربه بالشوتجن في صدره وقال له اتمنى انك تكون حبيت باك دي اللي هي الشوتجن بتاعه ديدبول. بعدها بنشوف ديدبول بيتكلم في التليفون مع مكتب توني ستارك وبيسألهم عليه وبيقول لهم هو فين كده، ده وحشني، ولا هو خرج يلعب دور ايرون مان مع ثور. ولا لا ما فيش اي حاجه مهمه، اتصلت بس عشان اقول له اني عملت اللي هو وثور ما عرفوش يعملوه. بعدين قال لها بصي انا سرقت شويه من فلوس نيك فيوري القذره ورحت لجزيره سريه وقعدت اقتل شويه من اتباع دكتور دوم، وبعدين لقيت مديرهم دكتور دوم فقتلته. ديدبول وهو قاعد عمال يهري في التليفون كده بنشوف دكتور دوم بيقوم من وراه وديدبول بيلف ويتفاجئ بدكتور دوم ويقول له هو انت مش كنت ميت؟ فدوم قال انا حسيت بألم شديد قوي، بس كان في نور بعيد من زمان في طفولتي وشفت امي، بعدين غمضت عيني ما لقيتهاش ولقيتك فافتكرت المأساة دي يا ديدبول. وقام موجه ضربة لديدبول طيرته ووقع في البحر. ديدبول بيصحى عشان يلاقي نفسه في مكان ما بين الحياة والموت، وده زي اللي راحوا كذا مرة زي اللي ظهر في فيلم ديدبول 2. فبيقول لنا لازم اقول لكم ايه احلى حاجة في تجربة الموت، وهي اني ببقى قريب قوي من محبوبتي ديس. اما اروح اغير هدومي بقى قبل ما الغاليه تيجي. بعدين بيشوفها بس في ما بينهم حاجز. ويد ويلسون بيقول لها خضتيني، وطبعا بتفكيره دايما القذر بيقول لها اخرجي دلوقتي من عندك عشان نتسلى شويه، بس هي كانت بتستنجد بيه لانها كانت في محنه لحد ما اختفت. بنعرف ان المشكله هي ان الناس في كل العالم بطلوا يموتوا. فديدبول قرر يروح يشوف بلاك تيلون في جزيره تاينو عشان يساله على الوضع. فبيخش سفينه عشان يهدد القبطان بتاعها، وده عشان يوديه للجزيره. فقال له انت ما سمعتش؟ مفيش حد بيموت، فما فيش حاجه تقدر تهددني بيها. فديدبول عرض عليه فلوس عشان يوديه. راح ديدبول للجزيره وقابل بلاك تالون، بس اما دخل اتلم عليه زومبيز كتير. فقال لتالون انه بدا يتضايق من الزومبيز دول وقال له الحمد لله انهم مش موجودين في كوكبنا واني مش بشوفهم غير في مسلسلي المفضل، يقصد مسلسل ذا ووكينج ديد. قال له انت نسيت ولا ايه؟ دول مجموعه البلاك تالونز، بس ايه رايك حبيتهم؟ ديدبول رد عليه قال له انا فاكرك بالعافيه اصلا، خليهم يبعدوا عني وانا بطلب بادبهم. فامرهم بلاك تالون انهم يمشوا. قعدوا يتكلموا شويه فديدبول قال له لما الناس الطبيعيه ما بقتش تموت جيت على بالي فقلت اما اجي ازورك. قال له انت شغال مع الافنجرز دلوقتي وبلدي كانت نظيفه وما فيهاش اعداء لغايه ما ثور جه هنا. فديدبول قال له ايه ده، هو كان هنا؟ طب سأل عليا؟ فرد عليه قال له لا، بس هو ودكتور سترينج كانوا هنا وهم السبب في كل الخراب ده باللعنه اللي سابوها هنا. ويد قال له انت ليه شبه الفرخه كده؟ رد عليه قال له انه مش عارف اي حاجه في الاعمال الخبيثه اللي حصلت دي وان كلها بتؤدي للهلاك. ديدبول المتنمر قال له انه بقى شكله مقرف جدا. بعديها كشف له انه اتلعن عن طريق ثانوس، واللي خلى ديدبول يفكر ان هو اللي خطف تيث لما كانت بتستنجد بيه. فقعد يخطط انه ينقذها ويقتل ثانوس. فكان عايز يبعد الافنجرز عن طريقه عشان يستفرد بثانوس. فوجههم لدكتور دوم عشان يشتتهم وينفذ خطته. وبعدين يروح يسرق سفينه فضاء من كيبل. ولو ما تعرفش مين هو فهو ظهر في ديدبول 2 وهو من ألد اعداء ديدبول والاكس مان في الكوميكس. استكمالا لخطه ديدبول بيقول انه هيطير للفضاء بالسفينه اللي سرقها دي ويقتل ثانوس.
تانوس ويرجع حبيبته ديس. فبلاك تالون قال له خطه جميله، بس انت واثق انها هتنفع مع تانوس؟ ده مش الشخص اللي ممكن يموت بسهوله. راح ديدبول قال له بص انت بتكلم مين يا فرخه؟ المهم يعني نرجع تاني للحاضر اما كان ديدبول متدشمل وبنكمل لما تانوس قال له انه هيسترجع منه هديته اللي هي الخلود، وبيقول انه في اللحظه دي وانا بكسر سنانك عايزك تعرف ان مفيش اي كائن حي في الكون هيموت، ولا حتى اصغر بكتيريا ولا اكبر كائن سماوي، بس انت هتموت لاني انا السبب الوحيد انك عايش، وعشان انا امرت بكده انت هتموت. بعدين ديدبول بيلاقي نفسه في مكان بين الحياة والموت تاني وعمال يدور على ديس، ولما لقاها قالت له انه لازم ينقذها. قال لها انا حاولت وفشلت حتى بعد ما سرقت من كيبل سفينة الفضاء وضحكت على الافنجرز وسرقت فلوس من فيوري، خذلتك برضه. فهي قعدت تشجعه انه لازم ينقذها ويرجع النظام للكون، وبعدين اختفت. ديدبول قعد يعيط ويقول انا ولا حاجه من غيرك، انا ما اقدرش اخسرك. في الوقت ده في جزيره تيانو التالونز كانوا عاملين احتجاج انهم مش عاجبهم حالهم، وبلاك تالون قال لهم مش وقته، انا دماغي مصدعه من الكلام مع ديدبول. وبعدين جه ابيس مان عشان يسال عن مكان ديدبول، وفي نفس الوقت في نو وير اللي هو معقل او حصن يعني الجارديانز كانوا بيطاردوا جراي بلاد واللي هو مساعد تانوس. في الوقت ده زانوس كان ادرك اخيرا ان ديس مش هتجيله حتى بازاحه ديدبول عن الطريق، فرجعه تاني للحياه وقال له انا هكلمك باللغه الوحيده اللي جنسك بيفهمها، وعرض عليه مجموعه من الذهب والمجوهرات عشان يساعده انه يلاقي ديث، ويوافق ويد ويلسون انه يساعد ثانوس في انهم يدوروا على ديث. بس كده دي كانت كل حاجه اقدر اقولها لك النهارده عن مواجهه ديدبول وثانوس، واستنانا في فيديو جديد ان شاء الله من السلسله دي. بس طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو مع اصحابك عشان يشوفوه، والقاك يا صديقي في فيديو جديد.